هو انت ازاي معاك عربيه معاقين وانت اصلا مش معاقه؟ طب ما احنا شايفينك كويسه اهو، جايبه عربيه معاقين ازاي؟ ما هو على حسب مفهومك ايه للاعاقه. بس يعني انا عايزه اعرف فكره الناس عن الاعاقه ايه، وليه اصلا تسال حد سؤال زي ده؟ يعني ليه ما نخليناش في حالنا كده ونبقاش قلالات الذوق؟ اولا، عربيات ذوي الاحتياجات الخاصه نزلت مصر على مرحلتين. كانت المرحله الاولى بتتطلب اعاقات صعبه شويه، زي مثلا الشلل الدماغي اللي هي الاعاقه الذهنيه الشديده، الاعاقه الحركيه الصعبه جدا اللي هي الشلل الرباعي سواء بقى النصف العلوي او النصف السفلي، تيبس العضلات، المفاصل، الاعاقات المتعدده، متلازمه داون، صغر او كبر حجم المخ، القزامه، يعني لو واحد بلغ سن الرشد، سن البلوغ عفوا، وكان قصير القامه يعني 140 سم فيما اقل. لكن في مرحله تانية نزل وكان فقد البصر التام وفقد السمع التام، يعني يبقى اعمى خالص او ما بيسمعش خالص. لكن نزلت بقى مرحله تانية خلت الاعاقات فيها متوسطه، تقدر برضو انك يبقى عندك كارت خدمات متكامله وانك تشتري عربيه ذوي احتياجات خاصه. يعني في المرحله الاولى مفيش امراض دم، او كان في نوع من انواع امراض الدم، بس اصعب نوع من انواع امراض الدم اللي هو بيحتاج ان هو يجدد دمه كل يوم او يغير دمه كل يوم. في المرحله الثانيه امراض الدم بقت الانيميا المنجليه وانيميا البحر الابيض المتوسط واسماء غريبه كده. هل لو واحد عنده المرض ده انت هتبقى عارف هو من ذوي الاحتياجات الخاصه ولا لا عشان جايب عربيه ولا لا، ولا تروح تقول له ما انت سليم اهو جايبها ليه؟ كان في المرحلة الأولى فقد بصر تام، المرحلة الثانية لا، إن يكون نظره ضعيف أو فاقد العين الواحدة ونظر العين الثانية ضعيف، أو ضعف السمع. يعني ممكن واحد يكون سمعه ضعيف ومركب سماعة في ودنه جوه أنت مش شايفها، هتبقى عارف منين بقى إذا كان ده محتاج عربية ولا مش محتاج؟ ودخل من ضمنها برضو أمراض القلب، فرط الحركة، اللي عارف عيل صغير كده بتيجي تقول ده عنده فرط حركة، ده ممكن يدخل من ضمن الاعاقات. الاضطراب النفسي والانفعالي، صعوبات التعلم بتاعه الاطفال، اضطراب طيف التوحد، كل دي اعاقات دخلت في المرحله الثانيه بالاضافه لامراض المرحله الاولى. ما بتبقاش باينه لسيادتك، يعني انت سيادتك بتبقى شايف الشخص قدامك طبيعي وسليم وهو ما فيش فيه حاجه، علشان انت تروح تقول له انت ليه جايب عربيه معاقين. يعني يا ريت بس نبطل قله ذوق، اكيد ما حدش هيدعي المرض يعني.